تصريح خطير جدا من سالم الشمسي رئيس بيراميدز قائلا: لن أكمل مباريات الدوري العام وسأسحب كل الاستثمارات داخل الدوري المصري. وبيوجه رسالة غير متوقعة بالمرة للنادي الأهلي. هنشوف قال إيه. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. خرج سالم الشمسي رئيس بيراميدز بعد هزيمة بيراميدز من النادي الأهلي وقال: الجميع هناك يريد فوز النادي الأهلي لا أحد غيره. الجميع رأى ما فعلناه في المباريتين. هناك ركلة جزاء للنادي الأهلي في المباراة الأولى ليس بها أي شيء على الإطلاق. المباراة الثانية كان هناك ركلتي جزاء لصالح بيراميدز، ولكن الحكم لا أرى لا أسمع لا أتكلم. أنا ما شفتش دوري في العالم كله بيحصل فيه زي اللي بيحصل في الدوري المصري. الجميع يريد رؤية النادي الأهلي يتوج باللقب فقط لا غير، ولكن كنا نريد الفوز بالدوري العام. أنا بؤكد للجميع إننا لن نكمل مباريات الدوري مهما حدث. الجميع يرى أحقية بيراميدز بالفوز في المباريتين الأولى والثانية، ولكن ما رأيناه كان هناك نفاق كبير جدا من اتحاد الكرة المصري، وكمان كل المسؤولين هناك الجميع لا يريد إلا النادي الأهلي ومش عايزين أي حد تاني يفوز. أنا بؤكد ليكم مرة تانية إن أنا مش هكمل مباريات الدوري، أو بالأخص لن أستطيع أن أكمل بعد الآن، وسأقوم بسحب كل الاستثمارات من الدوري المصري. كلكم رأيتم ما فعلناه وما قدمناه، وإن بيراميدز فريق كبير وإن هو ليه الأحقية إنه يفوز في الدوري هذا العام، ولكن ما حدث إن أنا بشوف إن كل اللي بيحصل بيمر مرور الكرام. أنا بهنئ النادي الأهلي على هذا اللقب الظالم، لأن اللقب ده اللي أعطاه للنادي الأهلي هو الاتحاد المصري لكرة القدم. هناك الاتحاد المصري يفعل كل شيء من أجل خسارة بيراميدز للقب وإعطاء الأهلي الدوري. كلكم شفتم إن المباريتين الأولى والثانية إن الأهلي فاز فيها ظلما بسبب التحكيم. وما تقولوش إن الحكام جاية من بره، جايبين حكم أخد رشوة قبل كده، فإيه المشكلة إنه ياخد تاني وعاشر؟ فعلا اللي بيحصل دي مهزلة كبيرة ولن نقف مكتوف الأيدي. وأنا بأكد ليكم أخيرا إن احنا لازم نسحب كل استثماراتنا من الدوري المصري الظالم. وأنا بقول من دلوقتي الله يكون في عون باقي الأندية اللي فعلا بيحاولوا إن هم يجيبوا صفقات ويعملوا كل حاجة علشان يفوزوا، وفي الآخر الدوري بيقدم على طبق من ذهب للنادي الأهلي. وأنا عاذر الزمالك جدا على اللي هم بيعملوه، ما هم شايفين الظلم قدام عيونهم ومش قادرين يتكلموا.